النهارده أنا عايز أتكلم في موضوع أنا حابب أتكلم فيه وهو اسمه ال RAS. دي حاجة في المخ اسمها Reticular Activation System. دي مهمة إن أنا أتكلم فيها لأن أنا حاسس إن محدش بيتكلم عنها خالص، ودي الحاجة اللي بتخلي مخك يقلل المعلومات اللي حواليه بحيث إن هو يركز بس في المهم بالنسبة له. طيب، يعني إيه الكلام ده؟ ده معناه بكل بساطة إن مخك بيشوف بس اللي هو عايز يشوفه، لأنه لو ركز في كل حاجة بتحصل حواليه بيحصل لك أنت كشخص إنك دماغك هتضيع من كتر الحاجات اللي بتحصل حواليك، معلومات كتير بتخش مرة واحدة دماغك، فمخك بيحاول يحميك بإنه يخليك تشوف بس اللي يخصك. طب إيه مشكلة الموضوع ده؟ وليه إحنا عايزين يعني أنا عايز أشرح النهاردة أتكلم عنه لأن أنا حاسس إن هو فرق كتير في حياتي أما ابتديت أفهم الكونسبت ده. مشكلته إنك ما بتشوفش بس اللي أنت عايز تشوفه، والمشكلة في الموضوع إنك ما بتشوفش بس اللي أنت عايز تشوفه، إن ممكن يبقى حواليك فرص وحواليك أبواب كتير مفتوحة بس أنت مش شايفها. ومثال للموضوع ده عشان تفهمه أكتر، لما حد فيكم بيجيب حاجة جديدة سواء عربية أو موتوسيكل أو ساعة بيبدأ يشوفها مع الناس كلها. ده مثال بسيط يعني للRAS. ف فالسلكتيف فوكس بتاعك بيتغير حسب الاحتياج. يعني لو انت محتاج مثلا قلقان على الوقت، كل تفكيرك انك توصل من النقطة ألف للنقطة ب. لو قابلت واحد هيخليك مليونير وانت رايح من النقطة ألف للنقطة ب، مخك ولا كأنه موجود، لأن زي ما قلت هو مخك بيحاول يحطك في مكان أمان بأقل مجهود. طب مشكلة السلكتيف فوكس ده ايه؟ مشكلته عند الناس كتير ان انت لما بتشوف حاجة وحشة بتشوف كل حاجة تانية وحشة، ما بتشوفش الحلو. ده حاجة من الحاجات اللي هي بتعملها معاك. الحاجة التانية لو انت بتشوف حاجة حلوة ما بتشوفش بس يعني بتشوف الحاجات الوحشة، ما اعرفش يعني ايه، بتعدي عليك ولا كأنها موجودة. فالسيستم اللي موجود في المخ ده احنا ليه لازم نزود فهمنا عنه؟ لازم كل شخص حاسس ان هو تايه يركز في الموضوع ده، على الاقل ان هو يخش يسأل شات جي بي تي، يخش يعمل سيرش عنه ويبدأ كل يوم يكتب في ورقة انا السلكتيف فوكس بتاعي ايه. وهشرح لكم ازاي الموضوع ده بسرعة كده. فالمشكلة انك ما بتشوفش اللي حواليك بالشكل المنطقي والموضوعي. يعني لو انت كان عندك تجارب سيئة انت ما بتشوفش الدنيا صح. طيب، ال RAS اما انا كل يوم يعني قبل ما نتحكم فيه، بس انا عايز اشرح ازاي هو بيخلينا نشوف الدنيا وازاي هو بيوقفك عن الوصول من هدف لهدف. الRAS السلكتيف فوكس بتاعك ما بيشوفش الا اللي انت متعود عليه والمجتمع حاطته لك. انت ما بتشوفش براه، ما تقدرش تشوف المنطق والواقع زي ما هو. علشان تقدر تشوف الدنيا زي ما هي لازم يبقى عندك ادراك. السيستم ده مش وحش، هو بيحميك، بس انت لازم يكون عندك ادراك علشان اما الفرصة تجيلك تعرف تاخدها، اما الباب يتفتح تقدر تشوفه، اما شخص يكون عايز يفتح معاك كلام عشان يعمل معاك علاقات تقدر تشوفها، سواء بيزنس سواء علاقات على المستوى الشخصي. فالار اس ده مهم جدا. بيتبني ازاي وازاي هو بيخليك تشوف او ما تشوفش. الناس اللي هي حياتها صحيه الار اس بتاعهم كويس، بيقدروا يشوفوا ماشي، بيقدروا يشوفوا الدنيا زي ما هي، يقدروا يشوفوا الشخص بيتعامل بشكل حلو ولا وحش، يقدروا يفهموا الموضوع على طول، بيجمعوا الدنيا، لو عدت من قدامهم فرصه بيلقطوها، بيقدروا يفهموا المواقف اللي حواليهم. اللي عنده سيلكتيف فوكس ودماغه على طول شغاله، هنا دي المشكله، هو بيشوف بس اللي هو عايز يشوفه. فللاسف في ناس بيعدي عليها الموضوع ده وتفضل طول حياتها شايفه الدنيا كانها دايره مقفوله، لا عارفين يخرجوا منها ولا عارفين يعملوا اي حاجه. وهو في ارض الواقع الدنيا مش كده. الدنيا ماشيه سواء هي كانت حلوه او وحشه، هي ماشيه ماشيه باتجاه معين، مش ملوش علاقه بيك كشخص ايا كان حلو ووحش. هيقابلك الوحش وهيقابلك الحلو، بس الاتنين على ارض الواقع بيحصلوا لكل الناس طول الوقت،
واختيارات الناس هي اللي بتخليهم يعني يقدروا يخلوا حياتهم احسن او اسوأ. الRS مهم جدا لان السلكتيف فوكس عند اي حد اللي هو انك بتنقي اللي تركز عليه. فانت في واحد يركز كده يقول لك كل حاجة وحشة ومفيش فلوس، في واحد تاني يقول لك يا ده الدنيا مليانة فلوس، والاتنين صح. وازاي انت، طب انت تقول طب ده هيفيدني في ايه مثلا؟ اما تقعد مع نفسك وتبدأ تكتب اي افكار تيجي في دماغك وانت ماشي كده رايح من حتة لحتة، شوف دماغك بيفكر فين. فلنفترض مثلا انك بتفكر انا لازم اخلص ده، اكتبه في ورقة. وما هتكتبه في ورقة بيبدأ دماغك تبدأ كده تهدى كده وتقول هو الموضوع كبير للدرجة دي؟ حتى لو انا اتأخرت، حتى لو انا ما عملتش، حتى لو انا قلقان من كذا. فالسلكتيف فوكس بتاعك بتبدا انت تبقى اوير بمخك بيفكر فيه. فانت المفروض تكتب على طول في ورق ايه اللي ممكن تعمله عشان تحل الموضوع ده. آه انا عايز اتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل، بس انا بس حبيت ارميها للناس. اعمل ريسيرش على شات جي بي تي، خصوصا لو انت بتستعمله كتير، وهتساله الثلاث اسئله دول: ايه هو RAS اللي هو ريتيكولار اكتيفيشن سيستم، وهتقول له من اللي انت تعرفه عني ازاي اقدر اعالج الموضوع ده، ومن اللي انت تعرفه عني ايه هي نقط ضعفي ونقط قوتي. لو انت سألته الثلاث اسئله دي هتتفاجئ بقد ايه انت تركيزك سواء كويس او وحش، مركز في حته او مشتت في كل الاتجاهات. لو انت بتتكلم على طول مع شات جي بي تي هيقدر يفيدك في الموضوع ده لان هو اوريدي عنده الداتا عنك. لو انت ما عندكش لازم تقعد مع نفسك، تمسك ورقه وتكتب ده انا بفكر في 1 2 3، وتبدأ تفكر هو اللي انا بفكر فيه ده منطقي ولا لا، هو اللي انا شايفه ده منطقي ولا لا. الكلام ده كله بعد ما تقعد فترة تتفرج وتعمل ابحاث عن الموضوع ده. انا كل شويه يعني انا في القناه بتاعتي انا بتكلم عن اللي انا عايز اتكلم فيه، بس انا حسيت ان الموضوع ده مهم ان انا اتكلم فيه. فانا يعني شويه كده كل شويه هنزل معلومات عن الموضوع ده لغايه ما لو في حد حاسس ان هو بيشوف الدنيا بعين واحده ومش بيشوفها زي ما هي يبدا يفتح. خصوصا ان انا بحاول اعلم الكلام ده للناس وليا برضه. وشكرا ليكم، واشوفكم في الفيديو الجاي.